صحيح، لأن الآية كيقول فيها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، الأمر إلى ذكر الله وذروا النهي وذروا البيع، يعني أن الله عز وجل أباح لنا الاشتغال والعمل والمتاجرة إلى حدود الأذان الذي يخرج معه الإمام من مقصورته إلى المنبر. هنا كيولي عندك أي عقد من العقود، عقد نكاح، عقد بيوع، كيف ما بغى تكون ريحة العقد صار العقد باطلا. الله يجعلك ما تكون خديتي واحد نص كيلو ديال التفاح من عند مول الكروسه اللي قدام الجامع، العيالات ردوا البال. صحيح انتم ما عليكم الجمعة يعني الظهر لا يسقط، الجمعة ليست واجبة عليكم، لكن لا تفرضن على أحد الجمعة واجبة في حقه أن يبيعكن أو أن يشتري منكن شيئا ما بين الأذان والتسليم. يعني دارجة الشعبية من الأذان ديال الجمعة، حيث كاين الأذان، احنا المغرب ما نطرحش هذا الإشكال. بالنسبة مثلا للمملكة العربية السعودية باقين غاديين على السنة ديال سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أن تاريخيا غير قوسا نفتحوه نعاود نسدوه إن شاء الله تعالى. تاريخيا كاين عندنا الأذان ديال الجمعة تيأذن سيدنا بلال أو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأذان تيخرج من بيته يرتقي المنبر أو في البدية الأولى، يعني تيجلس حدا هذاك الجذع اللي كان تيتكى عليه باش يخطب الجمعة. من بعد لما توسعت المدينة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه ووفاة عمر رضي الله عنهما أجمعين، الله المستعان، من بعد الوفاة ديالهم سيدنا عثمان بدات المدينة تتوسع، بدات كتكبر، فالناس واخا تيأذن تيتموا جايين معطلين حيت كيتسناو الأذان، فجعل رجلا ينادي في أطراف المدينة في الأسواق قرابة 20 أو 30 دقيقة قبل الأذان الذي يخرج معه الإمام. علاش؟ حتى يستعد الناس. ذاك الأذان الأول بحال شكل ديال الأذان الأول ديال السحور، يعني لا يبطل العقود، لكن يعد الناس ليأتوا للصلاة. اللي باقي ما اغتسلش يغتسل، اللي باقي ما توضاش يتوضا إلى غير ذلك. فباقي مثلا في المملكة العربية السعودية باقي ماشيين على هذه المسألة، عندك تقريبا الجمعة واحد ربع ساعة ولا 20 دقيقة قبل الأذان تيأذنوا. عاد من بعد كيقول الأذان الثاني. هذاك الأذان الثاني عنده هو اللي عليه، هو اللي الوقت ديال الأذان اللي كنديرو حنا. بالنسبة لنا حنا كاين بعض الإخوة تيسول يقول لك حقا منين جبنا دوك الأذانات بثلاثة؟ زكي ولا يقول منين جابوا دوك الأذانات بثلاثة؟ كوخوني منين قال لك منين جبنا الأذانات بثلاثة؟ اللي كاين هو بعض متأخري الفقهاء اشنو اللي وقع لهم؟ الأذان يسمى أذانا اللي كنعرفوا، والإقامة تسمى أذانا حتى هي. داكشي قال لك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما بين هذين الأذانين، ما بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. فمن تزاد الأذان ديال سيدنا عثمان، بعض متأخري الفقهاء عندنا اشنو كانوا قراو في الكتب؟ أن صار الأذان الأول والأذان الثاني والأذان الثالث. الأذان الثالث ما الذي قصدوا به؟ قصدوا به إقامة الصلاة. فبعض متأخري فقهائنا فهموا منه أن الجمعة يؤذن لها 3 مرات، بما أنه ما بقاش ديك القضية الأسواق البعيدة إلى آخره، ولاو المساجد كثيرة إلى غير ذلك، ما بقاش مسجد واحد جامع في المدينة كلها، ولات مجموعة من المساجد، الناس كلشي قرب لهم مساجد. قال لك نخليو السنة ديال سيدنا عثمان غير هي ما نديروهاش مسبقة بزاف، نحطوها حنا مع الأذان ديال الإمام. وغد الأذان الثاني، وهم فقهاء هنا ذكروا أن عمل أهل المدينة على 3 الأذان 3 ديال المرات، فجعلوا الأذان 3 مرات. فهمنا مزيان. احنا بالنسبة لنا الأذان الأول والثاني والثالث كلهم هو التوقيت ديال الأذان اللي كيكون معاه الإمام جالس على المنبر. فمن ذاك الأذان ديال الجمعة حتى يقول الإمام السلام عليكم، يعني خطب وهبط وصلى وسلم، من الأذان حتى التسليم كل عقد هنا العقود باطل. الله يجعله ما يكون عقد نكاح، رجل وامرأة يتزوجوا العقد عندها باطل لا يصح. علاش؟ لأن الأمر والنهي اجتمعا في آية واحدة على نفس المسألة، فاسعوا إلى ذكر الله الأمر، وليست هناك قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يعني صار الأمر واجبا. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا النهي، اتركوا وذروا البيع، ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون. من وراها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وما تنساش واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه المسألة هذه حنا رجاله ما كاين بيع ما كاين شرا في ديك الوقيته، ما كاينش جيتي معطل شي شويه ورا الأذان وسمعتي الجمعة ولكن بان لك هذيك الدلاحه مطمطنه مزيان وخفتي راه ملي تخرج ينفضوها لك.
كتمشي عنده كتقول له هاد اللحى هي عندك شحال دايره طرق كتحط لك كتقول له صاي خليني نخرج. عاد دير بحال الخدمه ديال بنو اسرائيل من اصحاب السبت، تيضربوا الشبكه نهار الجمعه ويجلسوا يشوفوا زعما في السماء بحال كان نهار السبت، ونهار الحد يقول لها انت سيدي ربي راه ما درنا والو نهار السبت، اجي كتمقنع مع سيدي ربي. وديك الدلاحه ملي غتدخلها راه ما تاكلهاش بوحدك اشري، الا كنت تفرسها بوحدك منك المولانا، ولكن راه توكلها لولادك، راه توكلها لمرتك. يعني بعد ما تجيش تشكى وتبكي وتقول حكا من المراه حارنا ومن الدراري كذا ومن كذا ومن كذا. فلا بد من الانتباه لهذه المساله. بالنسبه للنساء، علاش جبت هذه النقطه هذه كلها؟ بالنسبه للنساء انتم الجمعه ما واجباش عليكم، اللي واجب عليكم هو الظهور على عموم المسلمين. هنا اختلف العلماء، قال لك بالنسبه للنساء المراه الا باعت مع امراه والمراه الا شرات مع امراه واش هما عليهم نفس الحكم؟ قالوا ما عليهمش نفس الحكم، لكن مثلا كالشافعيه كرهوا هذا الامر، قال لك على الاقل من باب الكراهه، لان وقت الجمعه واخا ما تكونش المراه غادا تصلي هذا وقت يجب ان يعظم ويحترم فيه الجميع. قال لك اما الى امراه تبيعت وتشارت مع رجل، قال لك هو حرام في حقه والعقد باطل في حقه، وهي قيل منهم من قال لا شيء عليها ومنهم من قال انما الامر مكروه بالنسبه للنساء. اذا بالنسبه للنساء هذاك الوقيت بعض المرات كيجيب الله شي حمص فازق غادي سميتو غادي تشرى ربيع على قبل الحريره وكتقول نخرج هذيك الوقيته الدنيا خاويه. لا، الابتلاء هو هذا، الانسان يصبر عليه شي شويه. لا خرجتي تابع هذيك 10 ديال السماء راه تلقاي الدنيا خاويه وتشري حميمصات وتشري ربيع وتشري قزبر، ولا ما درتيش انت وكاع هذيك الحريره انا جاي له وانا جاي اصبري شويه انا جاي له. انت الا ما درتيش له انت كاع هذيك الحريره مزيان خليهم يمشيو خفاف، من بات جائعا بات ضائعا، فيمشيو خفاف. يعني مثلا نجيو ان شاء الله تعالى رمضان والعنف، رمضان والاكل حنا نتكلموا عليه ان شاء الله تعالى. كي قلنا ملي كتجي هذيك الجمعه تتغسل معها هذوك الذنوب اللي دازوا في الاسبوع، لكن الغسله ديال الجمعه تكفير السيئات ان صح التعبير باللفظ الشرعي، تكفير السيئات هذا يكون على قدر تحققك بالجمعه. على قد التعطال على قد شحال ديال السيئات كيشيطوا، وكيبقاو عندك عاوتاني ثقوب. كاين ثقوب يوميه كتبقى بعض المرات ثقوب اسبوعيه، وبعض المرات كيجيب الله تيسير شي جمعه كتضرب هذيك السيمانه ديالها مزيانه كتبقى عندك الجمعه تما كلين فاليدي، وبعض المرات كيبقى عندك دي موديل تابعينك، موديل ديال كذا موديل ديال كذا موديل ديال كذا. من بعد كتقدر دير الكومبونساسيون، شي كيتكى على شي، ومن بعد ما كاينش الكومبونساسيون كيوليو شي تاع شي كيطيحك لتحت، وكتبقى غادي خدام بهذا السيستم هذا بهذا الشكل هذا. ملي من رحمه لو بقينا غاديين هكذا والله العظيم الهلاك، لكن من رحمه الله عز وجل ان جعل